أهلا بكم في تغطية إخبارية حصرية. تطورات متسارعة تهز الشارع الرياضي الجزائري. مصادر متطابقة تؤكد دخول السلطات العليا للبلاد على خط أزمة المنتخب الوطني بعد الإخفاء الأخير في المونديال. قرار حاسم تم اتخاذه بالفعل لإعادة ترتيب البيت من الداخل. فما هي الكواليس وما هي حقيقة ما يحدث في بلاطوهات التحليل؟ تابعوا معنا. البداية من القرار الأبرز الذي يتصدر المشهد، حيث أفادت مصادر رسمية أن السلطات العليا فصلت نهائيا في ملف العارضة الفنية للخضر. التوجه القادم سيكون جزائريا بنسبة 100% مع إنهاء حقبة استنزاف العملة الصعبة وإقرار دفع الرواتب بالدينار الجزائري. خطوة يراها الكثيرون ضرورية لإعادة الروح والحرارة الوطنية للمنتخب، ووقف تبذير أموال الخزينة العمومية على الأسماء الأجنبية التي لم تقدم الإضافة المطلوبة. لكن هذا القرار لم يمر بردا وسلاما على ما يصفه الشارع كهنة المعبد في بعض البلاطوهات الرياضية. ففي الوقت الذي يطالب فيه 50 مليون جزائري برحيل بيتكوفيتش وصادي، خرج بعض المحللين والصحفيين ليتحدوا هذا التوجه بشكل غريب. البعض راح يحذر المدربين المحليين ويدعي أن منصب الناخب الوطني هو قنبلة موقوتة، بينما دافع آخرون بجرأة عن بقاء المدرب السويسري بحجة أنه حقق أهدافه التعاقدية. تضارب غريب يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الخلفيات والمصالح الشخصية وراء هذه التصريحات. هذه الفوضى الحالية عادت إلى الأذهان المشاريع الحقيقية التي دمرت في السابق. يستذكر الشارع الجزائري اليوم تجربة رئيس الفاف الأسبق خير الدين زاتشي ومشروعه لإنشاء أكاديميات تكوين إقليمية بميزانية 150 مليار سنتيم. مشروع تعرض وقتها لحملة شرسة أدت إلى توقفه، في حين تصرف اليوم مئات المليارات على أندية محلية تخرج بمواسم صفرية دون تقديم أي تكوين قاعدي يضمن مستقبل الكرة الجزائرية على المدى الطويل. بعيدا عن الشأن المحلي، كواليس المونديال تفجر مفاجآت من العيار الثقيل. تقارير وموجات جدل واسعة أثيرت حول شبهات تناول منشطات لبعض المنتخبات وسط حديث عن غض الطرف من طرف هيئات دولية. وما زاد الطين بلة ويثبت تداخل السياسة بالرياضة بشكل فج هو الأنباء المؤكدة حول تراجع الفيفا المفاجئ عن بطاقة حمراء منحت لمهاجم المنتخب الأمريكي فلورين بالوغون ليشارك أمام بلجيكا، وسط تقارير تتحدث عن تدخل سياسي مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير القرار. أخيرا، وفي الأجواء الجماهيرية، شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية مناوشات حادة بين مشجعين جزائريين وآخرين حاولوا القيام باستفزازات كروية في شوارع المدينة، حيث فرضت الجالية الجزائرية منطقها ورفضت أي محاولات للتشويش. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تؤيدون قرار الاعتماد التام على مدرب محلي وبالعملة الوطنية؟ وهل ترون أن الفيفا أصبحت تدار بالهواتف والسياسة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.